ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل المؤسسه، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالاعلاميه الجميله لبنى درويش صاحبه برنامج يلا نعيش. اهلا وسهلا بيك، منوره الدنيا كلها يا استاذه لبنى. اهلا بحضرتك استاذ ياسر، بجد ومنور الدنيا. انا اللي سعيد بلقائك النهارده ما نعمله مع بعض يعني. انا سعيد لا والله وانا اسعد والله بجد. تسلمي لي يا رب. ايه اللي لفت انتباهك النهارده في المؤسسه، وخصوصا ان تسليط الضوء النهارده كان على ذوي الاحتياجات الخاصه، وكمان فوجئنا بالمواهب الجميله والاصوات الجميله، الاصوات الانشاد الديني والكلام ده. كلمينا عن الحاجات دي. هو ما شاء الله بجد المؤتمر النهارده كان دسم بجد، عجبتني برضو كلمات كتير قوي من الناس الحضور، والانشاد كمان، خاصه برضو ان هم براعم صغيره وبس ما شاء الله بيملكوا اصوات جميله جدا ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم. برضو حلو ان احنا برضو ننمي المواهب، خاصه برضو عند اطفالنا، يعني صح. احنا نحاول برضو من السن الصغير ده ان احنا نهتم بالمواهب اللي عندهم. صح. فدي حاجه كويسه ان هم برضو بداوا كمان ان انت برضو تجرأوا ان هو يواجه الجمهور ويقف. صح. دي حاجه برضو مش سهله، الاسم احنا بقى كاعلاميين عارفين ان الموضوع رهبه ان انت تقف قدام الجمهور، الحكايه دي مش سهله. اكيد طبعا بتبقى عايزه برضو ثقه في النفس، وطبعا الهيبه قدام الناس وقدام ذي القيمه والقامه النهارده الحضور طبعا بتعمل برضو نوع من الرهبه والكلام ده برضو طبعا، خاصه هم كمان ان هم اطفال. بالاضافه برضو كمان برضو ان كلمات برضو بعد الحضور منهم برضو اذكر برضو دكتور محمود النجار، دكتور السيد الفقي، المستشار سيد فيه طبعا، اللي هو اساسا النهارده مجمعنا كلنا، والغالبيه العظمى فعلا جايه عشان خاطر دكتور سيد. صح. اللي هو طبعا برضو اخو دكتور الفقي، ربنا يرعاه رحمه الله عليه، اللي هو رائد التنميه البشريه، واللي فعلا التنميه البشريه بجد يعني لولا الدكتور ابراهيم من الرواد فعلا يا فندم على مستوى مصر والوطن العربي. انتشرت الانتشار اللي بقت دلوقتي الرهيب اللي بقى دلوقتي. صح، على حس. يعني احنا بعد فعلا جايين برضو على حس، ربنا يرحمه يا رب ويبارك في الدكتور سيد، ربنا يا رب يديه الصحه. حاجه تانية برضو ان النهارده كله كان بيتكلم على ازاي ان انت تقدر تنمي شخصيتك، ان انت ازاي تقدر تواجه الجمهور، ازاي تحل المشاكل اللي قدامك. كل المعلومات اللي اتقالت النهارده كانت دسمه بجد، بشكر كل الحضور بجد. انا عن نفسي استفدت من المؤتمر النهارده. ايه الجديد بالنسبه لك بقى اخر ما نختم اللقاء؟ انا ان شاء الله بحضر للموسم السادس باذن الله البرنامج، انتظروا ان شاء الله بشكل جديد. انتظروها يا جماعه، هتعمل مفاجاه جميله جدا. انا عارف لبنى شاطره جدا، احلى مقدمه برامج على فكره في مصر. ربنا يخليك، ولا حضرتك الاحلى طبعا. تسلمي لي يا فندم، على راسي، نورتينا النهارده، وان شاء الله الف مبروك كمان على التكريم الجميل النهارده، تكريم عظيم جدا، ومن تكريم لتكريم والمؤتمرات لمؤتمرات، وانت معانا ان شاء الله، والمره الجايه بقى احلى ان شاء الله. شكرا لك يا لبنى. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم.